الأهلي يعلن مراقبة التحكيم في مباراتي الزمالك وبيراميدز وعدم الصمت على أي أخطاء. مدرب بيراميدز ينتقد تعيين نفس طاقم التحكيم لمباراة الزمالك وسموحة ويشكك في نزاهة القرارات. أوسكار رويز يعقد جلسة مع حكام المباريات ويطالبهم بتجاهل الضغوط الإعلامية. لاعبو سيراميكا يتعهدون باللعب بشرف أمام بيراميدز والزمالك. الجهاز الفني للأهلي يفاضل بين زيزو ومروان عثمان لتعويض تريزيجيه. مقترحات تكتيكية متعددة في الأهلي بخصوص مراكز بن شرقي والشحات وزيزو. حسام حسن يطلب تجهيز محمد الشناوي للمشاركة قبل كأس العالم. مطالب جماهيرية باستمرار بيكهام وهادي رياض في التشكيل الأساسي. تريزيجيه يغيب عن مباراة إمباي بقرار طبي لتجنب تفاقم الإصابة. ياسين مرعي مهدد بالغياب عن المباراة الأخيرة بسبب الإنذارات. غضب داخل الأهلي من هاني أبو رويدة بسبب ملف التحكيم. اجتماع مرتقب في اتحاد الكرة لتقليل عدد اللاعبين الأجانب تدريجيا. ارتفاع القيمة السوقية لحمزة عبد الكريم إلى 1,000,000 يورو مع اقتراب انتقاله النهائي لبرشلونة. محمد الشناوي يؤجل حسم مستقبله لما بعد كأس العالم مع وجود عروض خارجية. اتجاه الأهلي للتعاقد مع مدافع أجنبي ومهاجم جديد في الموسم المقبل. مطالب داخل الأهلي بالتعاقد مع حامد عبد الله وعدم تركه لبيراميدز. البنك الأهلي ينفي مفاوضات الأهلي وبيراميدز لضم أسامة فيصل أو أحمد ياسر ريان. مصدر يؤكد رغبة أحمد ياسر ريان في العودة للأهلي. منافسة بين الأهلي وبيراميدز وأهلي طرابلس لضم سفيان بن جديدة. الأهلي لا يخطط للإبقاء على رضا سليم ويفتح باب مناقشة العروض. الزمالك ينفي وجود عروض رسمية لخوان بيزيرا. الكاف يدرس تغيير حكم نهائي دوري الأبطال بعد اعتراض الأندية. علاء عبد العال يدافع عن زيزو ويحمل مدربي الأهلي مسؤولية تراجع مستواه. أسامة عرابي يدعم وليد صلاح الدين ويبرر صعوبة فترته في الأهلي. عصام مرعي ينتقد ناصر منسي ويرفض وصفه بالأسطورة ويطالب بإجلاسه بديلا.